في الفيديو ده هنتكلم بشكل سريع عن عملية صبغ السيارات. لو دفعت كذا ألف عشان تصبغ سيارتك وخلال شهور أو سنة لقيت إن الصبغ بيتقشر من على السيارة، فساعتها هتبقى عارف المشكلة كانت في الخامات أو عملية الصبغ نفسها، ولا المكان اللي وديتله السيارة هو نفسه شغله كويس أو لا قدر الله بيضحك عليك. أول حاجة لازم نعرفها إن الصبغ مبيبقاش عبارة عن طبقة واحدة، هو بيبقى أكتر من طبقة. مجموع الطبقات دي كسكنس أو كسماكة مع بعض بيبقى زي السمك بتاع ورقة A4 أو ورقتين A4 بالكتير. في أكتر من نوع من الصبغ، والنهاردة هنتكلم بشكل بسيط عن الثلاث أنواع الرئيسيين واللي بيخلي فيه فرق في السعر ما بينهم. الصبغ عادة بيكون مكون من 3 طبقات، مجموع السكنس بتاعهم أو يعني السماكة بتاعتهم مع بعض بيبقى من 120 مايكرون ل140 أو 150 بالكتير أوي. الطبقة الأولى اللي هي البرايمر دي بتكون من 30 ل50 مايكرون، ودي بتبقى مادة رقيقة جدا، دورها ان هي بتترش على المعدن نفسه او الفايبر او ايا كان جسم السيارة، ودورها ان هي بتكون تشتغل كوسيط بين جسم السيارة نفسه وبين الصبغ اللي هترشه بعد كده اللي هو اللون نفسه، لانك لو رشيت اللون مباشرة على جسم السيارة مش هيمسك فيها. فالبرايمر ده بيكون هو حلقة الوصل بين السيارة واللون اللي هيترش. حاجة مهمة عن البرايمر ان بيكون لونه قريب من لون الصبغ النهائي. يعني انت مثلا لو هتصبغ عربيتك احمر، او يعني نفترض انها هتصبغها احمر، بيكون البرايمر لونه قريب من الاحمر. لو هتصبغها رمادي بيكون البرايمر لونه قريب من الرمادي، وهكذا. الطبقة التانية اللي بعد البرايمر بتكون اللون نفسه، ده بيكون برضو من 30 ل50 مايكرون حسب اللون وحسب كام هيترش كام وش يعني، او زي ما بنقول كام طبقة. وده بيكون ارق واسهل حاجة في الطبقات اللي هتترش كلها. وعشان تبقى عارف، اللون اللي بيترش ده مش هو اللي بيدي اللمعة الاخيرة للصبغ، ده مجرد اللون اللي هيبان بعد كده. الطبقة التالتة او الاخيرة اللي هي اللاكر او الكلير كوت، دي بتكون الإجمالي بتاعها في الآخر، هي بتكون كذا وش، بيكون الإجمالي بتاعها حوالي من 50 ل60 مايكرون. دي بتكون أكتر طبقة فيهم سميكة، دي اللي بتدي في الآخر اللمعة، لو سواء يعني في منها أنواع مختلفة بس الأكثر انتشار اللي هو الجلوسي أو اللي بيلمع. ودي اللي بتحمي بقى من الأتربة ومن المية ومن الشمس ومن الكلام ده كله، ومن الخدوش الخفيفة، من كل حاجة. مهم تبقى عارف الطبقات دي هم عبارة عن 3 طبقات: البرايمر واللون واللاكر أو الكلير كوت. فلما تروح لمكان ويقولك تيجي تتكلم معاه في الأسعار، ده طبعا لسه هنتكلم فيه بعد كده في الفيديو، بس لما تروح لمكان وتلاقيه بيتكلم معاك ويقولك احنا سعرنا غالي عشان بنرش 10 طبقات 8 طبقات ايا كان، وانت سيارتك لونها عادي خالص اصلا مش لون يعني كاستم ميد او كده، فتبقى عارف ساعتها ان في حاجة غلط. يعني اللي بيقولك ده يا اما مش فاهم يا اما بيقولك كده عشان عايز يضحك عليك. الصبغ او الفينش نفسه في منه 3 انواع اساسية، دول اللي هما الاكثر انتشارا، غير الكاستم كالرز والكلام ده كله، ده بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. التلات انواع الاساسيين دول، النوع الاول منهم اللي هو السوليد كالر، ده اللون العادي خالص اللي هو ابيض اسود احمر ايا كان، لون سادة خالص مفيهوش اي حاجة. عدد الطبقات بتاعته بتكون تقريبا من طبقة ونص لطبقتين للكالر نفسه، وبعد كده اللاكر برضو بيكون طبقة أو طبقتين. ده أرخص حاجة في الصبغ، احنا هنا بنتكلم في الصبغ النضيف يعني. ده أرخص حاجة فيهم، وده أسهل برضو في التصليح بتاعه لو حصل فيه خدوش، لأن بيبقى سهل جدا تصلح منطقة صغيرة. مش لازم ترش القطعة كلها تاني، ممكن تعمل حاجات سمارت بينت أو كده، بتبقى سهلة جدا فيه. النوع التاني وهي الألوان الميتاليك اللي بيكون فيها جزيئات معدنية صغيرة قوي كده، بتبقى عادة من الألومنيوم أو الميكا. دي بتكون جوه البوية نفسها وهي اللي بتعكس الضوء وبتدي شكل معين كده في النور أو في الشمس. دي أصعب شوية في الصبغ، ولازم الفني اللي بيشتغل بيرش بشكل متساوي عشان توزيع الفليكس دي يكون متساوي على البانلز كلها، ما يبقاش متجمع في حتة وفي حتة تانية فاضية، أو المسافات بينهم في حتة قليلة جدا وفي حتة كبيرة والكلام ده كله. عدد الطبقات بتاعتها بيكون تقريبا برضو طبقتين أو طبقتين ونص للون نفسه اللي فيه الفليكس، وبعد كده بيتحط عليه طبقتين من الكلير كوت. النوع التالت اللي هو البيرل كالرز او الفليب كالرز او اللي بنقول عليها برضو الالوان اللولو، اللي هي من كذا زاوية، من كل زاوية بتعكس درجة مختلفة. وليكن مثلا بتكون اللون الأساس بتاعه أبيض، بس لما تجيبله الضوء من ناحية معينة يبان فيه درجات من الأزرق، تجيبه من الناحية التانية يبان فيه درجات من الأخضر أو الأحمر أو هكذا. دي الطبقات فيها بتكون أكتر شوية من اللي فاتوا، يعني بتحط لها تقريبا طبقتين من البيس كلر،
وبيتحط لها حوالي طبقتين برضو ميتاليك حسب الفينش اللي انت عايزه، طبقتين او 3 طبقات. وبعد كده بيتحط لها طبقتين برضو من الكلير كوت، وده يعتبر النوع الوحيد في ال3 اللي بياخد اكتر من 4 او 5 طبقات، ممكن بيوصل ل7 طبقات. عشان كده كنت بقولك لما تروح مكان وانت اللون بتاعك عادي ويقولك هنرش 6 طبقات 10 طبقات والكلام ده كله، فتبقى انت فاهم. بس هنا برضو لازم تبقى فاهم لما تروح اي ورشة او جراج ويتقالك معلومات غلط، فتبقى انت فاهم. وبغض النظر بقى اتقالت غلط عن جهل او اتقالت غلط لسبب ان المكان عايز يضحك على الكاستمر اللي بيجيله او ايا كان. فهنا هحكي لك على كذا برضو معلومة تبقى واخد بالك منهم. اول حاجة اللي قلناها اللي هو عدد الطبقات اللي يقوله لك، ممكن يقول لك السعر بتاعي غالي عشان بعمل عدد طبقات كتير والكلام ده كله، ودي خلاص اتكلمنا فيها. تاني حاجة ان هو يقولك انا بستخدم بويا فرن او صبغ فرن. مفيش حاجة اسمها كده. الفرن ده يعني حاجة بتستخدم في تنشيف الصبغ، ملهاش علاقة خالص بنوع الصبغ والكلام ده كله. الحاجة التالتة انه يقولك دي بويا ألماني أو صبغ ألماني أو أيا كان، ما يقولكش النوع. فلازم تبقى عارف برضو النوع اللي المكان هيشتغل بيه انهي ماركة بالظبط، سيكنز ولا BBG ولا جلازوليت ولا ايه بالظبط، ايا كان الماركة اسمها ايه يعني. لو لقيته مش عارف يقولك النوع فاعرف ان ده اي كلام يعني، او ده مكان اي حاجة مش شغله كويس. وفي ناس برضو يقولك احنا تكلفتنا غالية لان لازم بنشيل البوية القديمة بالكامل. ماشي، في اوقات لازم يتعمل كده او يفضل يتعمل كده، او انت بطلبك ممكن تبقى عايز منهم ان هم يعملوا كده، وده طبعا بيتكلف اكتر لان الشغل بيكون اكتر. بس مش كل مرة هنرش لازم هيشيلوا الصبغ كامل القديم كله. فلازم تفهم برضو هو ليه هيشيل القديم كامل وليه ما ينفعش يرش مرة واحدة. لازم تسأله على التفاصيل دي كلها. الجراج او الورشة اللي واثقة من شغلها هترد عليك في الأسئلة دي كلها وأكتر كمان، وفي منهم أصلا هيقولولك من غير ما انت تسأل هيقولك المعلومات دي كلها. نتكلم دلوقتي بشكل سريع في المراحل اللي عربيتك بتعدي بيها لما توديها أي مكان عشان تتصبغ. عادة بيكونوا 6 مراحل. أول حاجة الفك أو الديساسمبلي، ان كل القطع الخارجية بتتفك، الهيد لايتس، التيل لايتس، الاوكر بتاع الباب، الترم اللي حوالين الازاز بتاع البيبان، الكلام ده كله. الازاز مش لازم يتفك الا لو البيلرز فيهم مشكلة وهيتعمل فيهم شغل يعني. بس كل القطع الخارجية عادة بتتفك من على السيارة. تاني حاجة البادي وورك، شغل السمكرة نفسه بقى. ودلوقتي يعني بقالنا فترة كبيرة التسخين بقى والكلام ده كله ما بقاش بالأكسجين، لأن الأكسجين بيأثر على الخواص بتاع المعدن. فدلوقتي بقى في أجهزة كده بتحطها على جسم السيارة، هي بتستشعر نوع المعدن ده ايه وبتبتدي تسخن. آه، خلينا نقول وليكن بالكهرباء، بتبتدي تسخن المكان. وبعد كده لو هو محتاج يسخن هيسخن بالأجهزة دي. وبعد كده بيبتدي يسمكر ويساوي السطح والكلام ده كله. بعد كده المعجون والصنفرة، لأن في أماكن يكون فيها خبطات مثلا مش هينفع ترجع بالسمكرة بس للشكل الطبيعي 100%. تحتاج بعد كده شوية من المعجون. قبل طبعا ما بيحط المعجون لازم السطح بيتنضف بكيميكالز مخصوص، بيشيل أي زيوت أو شحوم مطرح الإيد الصنايعي اللي كان شغال، أو بيشيل برضو الأتربة والكلام ده كله، بينضف المعدن تماما عشان المعجون يلزق فيه. لأن لو ما تعملش كده المعجون بعد شوية هتلاقيه بيفك من جسم السيارة أصلا. المعجون طبعا بيتحط، ده بيبقى مادة طرية بيتحط وبعد كده بيتساوى لغاية بعد كده بينشف، بعد كده بيتصنفر والكلام ده كله. بعد كده بتبتدي تجهز السطح ده أو العربية أو أيا كان، بتبتدي تتجهز بعد ما اتصنفرت واتساوت وكل حاجة. بتبتدي تتجهز بقى عشان يترش البرايمر. الأماكن الكويسة بعد ما بيعمل الخطوة دي بيحط زي بتبقى بودرة سودا كده، خلينا نقول عليها بودرة سودا بتتحط. وبعد كده بتتصنفر وبيبان بقى لو في اي اماكن فضل فيها البودرة دي، فبيتعرف ان المكان ده بيعتبر واطي شوية عن باقي السطح، فبيبتدي يعدله تاني سواء بمعجون او سمكرة او ايا كان. خامس خطوة الكالر نفسه بقى، بعد ما اتعمل البرايمر والكلام ده كله واتأكدنا ان الجسم السيارة مظبوط وكل حاجة، بيبتدي يترش اللون نفسه. ودلوقتي بقى المعظم بيستخدم الووتر بيزد يعني لما يجي يجهز اللون ويخلط، هو بيخلط كذا لون عشان يطلع اللون النهائي. ممكن الحاجات دي نبقى نتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. فلما بيجي يخلط الالوان دي بيدوبهم في ميه، ده معظم اللي موجود دلوقتي. خلاص قبل كده كان بيتدوب في سولفنت سواء كان تينر او ايا كان. بيرش طبقة، بعد كده بيشغل بقى العربية بتكون جوه الفرن او البنت بوس، بيشغل عليها الحرارة.
حسب الصبغ البراند بتاعه الشركة بتاعته بتكون بتنصح انك هترش، بعد كده بتشغل مثلا درجة حرارة 60 65 جوه الفرن، وهتسيبها مثلا ل15 دقيقة 20 25 ايا كان حسب ما المصنع بتاع الصبغ نفسه هو اللي بينصح يعني. رش أول وش، وبعد كده بينشف، بعد كده بيرش الوش التاني، والوشين دول خلاص بقى بيختلطوا مع بعض وهما دول بيبقوا اللون الأساسي بتاع العربية. وآخر خطوة بتعتبر خطوة بقى الكلير كوت، نفس خطوة اللون بالظبط، برضو بيرش وبعد كده يسخن ينشف يرش التانية والتالتة على حسب يعني. وعادة وهو بيرش الكابينة دي بيبقى فيها فلاتر فوق في السقف وفلاتر في الأرض. الفلتر اللي في السقف ده بيدخل الهواء من بره، وبعد كده بيفلتره عشان ما يخشش تراب، بيبقى هوا مضغوط عشان كل الاوفر سبراي ما يجيش على سطح السيارة، فبعد كده الهوا المضغوط ده بيزق الاوفر سبراي كله ينزله تحت، والفلتر اللي تحت في الأرضية هو ده بقى اللي بيسحب اللي اترش ده كله. دول الست خطوات الأساسية. بعد كده طبعا بقى بيبقى فيه ان مطرح الصبغ مثلا ممكن يبقى فيه حتة فيها زي بنقول عليها مسيلة، او حتة فيها جه فيها طست شوية، فده كله بقى بيتعمل بولش كامل للسيارة، بيتعمل صنفرة وبعد كده تلميع أكتر من خطوة. التلميع عادة بيكون 3 خطوات 3 درجات يعني، وبعد كده بقى الغسيل والكلام ده كله وتجميع السيارة والكلام ده كله والغسيل والتجهيز. طيب ايه الحاجات اللي تسأل عليها لو رايح تصبغ السيارة بتاعتك سواء كلها أو جزء منها أو أيا كان؟ ايه الحاجات اللي تسأل عليها قبل ما تدفع عشان تعرف تفرق بين مكان والتاني؟ اولا اسألهم ايه ماركة البوية اللي بيستخدموها والبرايمر والمعجون بتاعهم، اسألهم على البراندات دي كلها، مصدرها منين واساميها منين، وانت برضو حاول تبقى عارف شوية البراندات الكويسة ايه. زي ما قلنا لو اتقالك ألماني بويا فرن مش عارف ايه الكلام ده كله، اعرف ان ده اي كلام، ويفضل ما تشتغلش في المكان ده. تاني حاجة اسألهم عن الوقت على حسب القطعة اللي في السيارة كام قطعة ايا كان سواء كلها او كام قطعة، اسألهم على الوقت هتاخد وقت قد ايه، لان البروس اللي حكيتها لك دي كلها بتاخد وقت. في اماكن يعرف يعملها لك في يوم يومين بس يعني الكواليتي اللي هتطلع هتبقى سيئة جدا، فلا اصبر على الحاجة وروح للمكان اللي فعلا هيشرح لك الخطوات ويقول لك ليه هاخد مثلا 4 ايام 7 ايام 10 ايام ايا كان حجم الشغل، وهيشرح لك ليه هو هياخد الوقت ده كله. تالت حاجة اسأل على الضمان، لان برضو دلوقتي خلاص الكل بيدي ضمان على الصبغ بتاعه، سواء كان 3 سنين 5 سنين سنتين، بيبقى ضمان ضد ان اللون ما يبهتش او ان الصبغ ما يتشققش والكلام ده كله. اخر حاجة ممكن تطلب منهم ان انت تشوف المكان برضو يعني، يفرجوك على المكان يفرجوك على الشغل بتاعهم عامل ازاي، الخامات اللي بيستخدموها هيوريها لك، هيورولك كابينة الصبغة بتاعتهم، هيفرجوك الكلام ده كله عشان تبقى انت عارف هما جودتهم عاملة ازاي. باختصار كده زي ما قلنا الصبغ بيكون 3 طبقات، البرايمر والكالر والكلير كوت، والتلات انواع اللي اتكلمنا عليهم، البيز العادي خالص والميتاليك والبير، وانك لازم تبقى عارف الكلام ده كله لما تودي سيارتك اي مكان عشان ما يضحكش عليك، وعشان في نفس الوقت تاخد الكواليتي اللي انت يعني الكواليتي اللي انت عايزه او اللي انت تستاهله. يبقى قولي في الكومنتس برضو اخر مرة لو وديت عربيتك يتصبغ سواء تتصبغ كلها او يتصبغ فيها اي حاجة، احكيلي عن تجربتك كانت عاملة ازاي، ولو عندك معلومة انهي براند اللي استخدموه في الصبغ كمان. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، لان في الفيديوهات اللي جاية هنحاول نتكلم عن حاجات اكتر واكتر. وهتلاقيني في الديسكريبشن حطيت لك لينك الويب سايت بتاعي لو في اي استشارة خاصة بشراء سيارة مستعملة، بالتصليح اللي عايز تعمله في السيارة او ريستوريشن للسيارة او ادارة الفليت بتاعك او كار كوليكشن ايا كان، هتلاقي الويب سايت في الديسكريبشن تقدر تخش عليه. شكرا.